إن مسألة استغلال الأقليات دي مسألة قديمة بقت مستهلكة. تخيلوا معايا عظمة المصريين لما قمص مسيحي قائد في الكنيسة، قس كبير، يخطب على منبر جامع زي الأزهر. أهلا بيكم في صفحة جديدة من صفحات الجريدة الرسمية. كنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ثورة 19، النهاردة بنكمل وبنتكلم عن الظاهرة الأيقونة الجديدة اللي كانت جديدة في واقع السياسة وقتها، ظاهرة جمع التوكيلات، واللي بتعرفك قد إيه المصريين دول مبتكرين ومبدعين، إزاي بيحبوا بلدهم، إزاي بيلتحموا مع قيادتهم الوطنية. بطبيعة حال أي احتلال واجه المصريين بالرصاص لما قرروا يغضبوا للي حصل مع سعد زغلول ورفاقه سقط الشهداء، لكن دمائهم وحدت الصفوف في الجنازات والمظاهرات. أطلق المصريون في وسط الأحداث كلها الشعار الوطني الأعجوبي اللي مازال بيعيش بينا لغاية دلوقتي: يحيى الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب. كمل معايا بقى علشان اللي جاي هيخليك تشعر بالفخر والمحبة والتسامح والوحدة الوطنية قولا وفعلا. واللي ارتبط بإطلاق شعار يحيى الهلال مع الصليب الرد على محاولات الإنجليز بمحاولة الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين. انتوا عارفين إن مسألة استغلال الأقليات دي مسألة قديمة بقت مستهلكة، بس بيستخدموها من زمان الإنجليز. إنه كانوا بيستغلوا بعض الحوادث الفردية، بس كان الرد العملي بخطبة الشيخ مصطفى القاياتي في قلب البطريركية المرقسية بكلود بيك في الوقت ده، ليطلق نداء حي على الثورة، حي على الثورة، زي ما قالت المصادر التاريخية. تعرفوا الأذان بيقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولكن أذان الثورة كان حي على الثورة. ولم تكن خطبة القمص سرجيوس في الجماهير في أكتر من موقع، منها منبر الجامع الأزهر الشريف. تخيلوا معايا عظمة المصريين لما قمص مسيحي قائد في الكنيسة، قس كبير، يخطب على منبر جامع زي الأزهر. كان القمص سرجيوس خطيب مفوه، وتردد كمان إن سعد زغلول من كتر اقتناعه بسرجيوس أطلق عليه لقب خطيب مصر، وكمان قال عليه خطيب الثورة الأول. خطب سرجيوس من الأزهر، ونقلت مصادر تاريخية إنه أعلن من منبر الأزهر الشريف أنه مصري أولا، ومصري ثانيا، ومصري ثالثا، وإن الوطن ما يعرفش مسلم ومسيحي، يعرف بس مجاهدين، من غير تمييز بين عمامة بيضة وعمامة سودة.